السلام عليكم أحبابي، معكم سميرة سعد من قناة الأم مدرسة. النهاردة هنعمل البخور في البيت. هنبدأ نصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ بها الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الطلاق، واسترنا فوق الأرض ويوم العرض عليك يا عزيزي يا خلاق. روايح رمضان هلت، كل سنة وانتم طيبين. البخور بقى دوت هو اللي هيغير ريحة البيت بتاعنا. هنبدأ نقول المكونات بتاعتنا. معانا كوباية شاي كده من القرفة، وهنقسمها على جزئين. ومعانا مكعب مسك بريحة العنبر، ومعانا فانيليا ومية الورد. هنبدأ ناخد مكعب المسك ونبشره، وناخد الجزء الأكبر نحطه في الجزء الأولاني من القرفة. مكعب المسك دوت ممكن تلاقوه عند العطارين او اللي عندهم مستحضرات التجميل، وليه الروايح كتيرة جدا. الريحة اللي تعجبكم ممكن تشتروها وتحطوها على القرفة زي المنظر اللي انتوا شايفينه كده. انا هحط كمية اكبر على الجزء الاولاني، والجزء التاني هحط فيه حبة صغيرين بس علشان يدي ريحة مع الفانيليا اللي انا هحطها. هنبدأ نزود مية الورد بالتدريج لغاية لما يتكون معايا عجينة كده طرية كده، زي الطين بالظبط كده. نبدأ نزود بالتدريج ونقلب لغاية لما يتكون معايا عجينة زي ما انتوا شايفينها لينة كده. ممكن نستخدم على القرفة قرنفل مطحون، هيدي ريحة برضو جميلة جدا. هناخد الجزء التاني هنحط عليه الفانيليا، وممكن تحط عليه زيت عطري اللي هو اللافندر، او زيت عطري مثلا زي المسك الاسود. في روايح كتيرة جدا انتوا تختاروها وتحطوها على القرفة دي. ونبدأ برضو نقلب ونحط مية الورد بالتدريج لغاية لما يتكون معانا عجينة برضو زي كده. نبدأ نجيب ستريتش ونحطه في القمع بتاع الحلويات، ونبدأ ناخد من العجينة ديت ونحطها فيه. هنبدأ نضغط عليه جامد علشان لما يجي ينشف ما يفرولش معانا لما نيجي نمسكه. لازم تضغطوا عليه، الخطوة دي مهمة يا جماعة. لازم تضغطوا عليه جامد قوي علشان لما تيجي تطلعوه من القمع يبقى مكون معانا كده مخروط طويل. طبعا المرحلة دي بنبدأ نشده أول مرة، بتبقى صعبة شوية لما تيجي تطلعيه. بعد كده خلاص بقى تبدأي لما تيجي تحطي تاني الاسترتش تاني برضك في نفس القمع هيطلع معاكي بسهولة. هنبدأ نشكله كده، نخليه زي المخروط زي ما قلت لكم. هنشيل بس الجزء اللي موجود فوق ده، دي حتة ورقة نشيلها ونكون كده، هيبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده مخروط كده. نحطه على اي كرتون او فويل، اي طبق يعني قديم عندكم. هنرجع تاني الاسترتش في القمع، ونبدأ نحط تاني العجينة فيه ونضغط عليها جامد برضو. المرحلة دي هتطلع معانا بسهولة زي ما انتوا شايفين. تمام. وبعد كده هنضغط عليها، لازم تضغطوا عليها جامد قوي علشان يتكون معانا مخروط كده زي ما انتوا شايفينه. نبدأ بقى نشكل المرة دي بإيدينا لو احنا ما عندناش القمع. هوريكم ازاي. تضغطوا جامد من تحت لفوق لغاية لما يتكون معانا شكل هرمي كده او مخروطي متماسك. نضغط عليه جامد علشان ما يتفتتش مننا لما يجي ينشف. ناخد واحدة تانية نوريها لكم برضك. هنضغط جامد قوي من تحت لغاية فوق. طبعا احبابي لو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش اللايك والشير وكومنت حلو بالصلاة على النبي. هنكمل. ادي كده الشكل مخروطي احنا عملناه بايدينا كده. اخر واحدة من اللي هو الفانيليا، الخليط الفانيليا كون معانا كام واحدة؟ 7 وحدات. هنبدأ نشكل بقى اللي هو اللي احنا عملناه بالمسك. نضغط برضو كده من تحت لغاية فوق علشان ما يتفتتش معانا لما نيجي نطلعه في الشمس كده ينشف. طبعا احنا بنسيبه، ممكن تسيبوه في المطبخ او تسيبوه بره في الشمس يعني لمدة 2 يوم بالظبط هو هينشف. طبعا الخليط التاني اللي هو من المسك
هيكون معانا 10 وحدات. يعني كده ان احنا عملنا 17 وحدة من النوعين اللي احنا عملناهم بمكونات بسيطة موجودة عندنا في البيت. ولو اشترينا الإقماع البخور دي من بره، الواحد عامل من 15 ل20 جنيه. يعني احنا وفرنا كتير جدا بمكونات احنا عملناها في البيت اهيت. وكمان انصحكم ان احنا نعمل الحاجة دي بالليل، علشان احنا الصبح بنكون بنعمل الاكل بتاعنا، فما يبقاش ايدينا فيها ريحة يعني واحنا بنعمل الاكل. فممكن تلبسوا جلافز او حاجة يعني ساعة لما تيجي تستخدموه. انا ما بحبش الجلافزات او بستخدمها يعني. هسرع معاكم الحتة ديت كده. انا بدأت اشتغل معاكم واحدة واحدة علشان اوريكم انا عملت الكمية قد ايه. كده هنعمل اخر واحدة معانا اللي هو من نوع المسك اللي احنا حطينا فيه المسك. هنبدأ ناخده بقى ونطلعه في الشمس لمدة يومين، وده هيكون شكله بعد ما ينشف. نبدأ نستخدم واحدة وتشوفوا بقى الجمال بقى والريحة الجميلة في البيت. عطرنا ريحة البيت كله بمكونات بسيطة جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وسلام.